السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله كنا بخير. زميلكم زياد زكريا. الفيديو ده ان شاء الله يكون فيه شرح شابتر 9، اخر شابتر في مادة المانجيريال اكاونتنج. شابتر خفيف ولطيف، وحتى اسئلته الاجابات بتاعتها حجمها صغير، ما بتاخدش صفحات كتير، واجابات يعني خفيفة وافكار محدودة، والتركات فيه مش كتير برضو الحمد لله. فهو فرصة تجميع درجات، فما حدش يقول اسيبه واطنشه، او مثلا هيسيبه شابتر 6 و7 وهيجيبه يعني على 9. اه عادي، هيجي على 9، هيجي على كل الشباتر ان شاء الله. فما تطنش 9، ده فرصة تجميع درجات كويسة. اي نعم درجاته مش زي درجات 6 ولا 7 مثلا طبعا، بس ما زال فرصة تجميع درجات، وما زال عليه أسئلة عادي خالص. فهو فرصة كويسة لتجميع درجات، حرام تضيعها من ايدك. شابتر بعنوان Management Control Systems and Responsibility Accounting. انا مش هطول في المقدمة النظر، اعرفك بس الشابتر بيتكلم على ايه. عندنا كذا طريقة نقيس بيها الكنترول سيستم، نعمل measuring الكنترول سيستم، يا اما عن طريق financial measures يا اما non financial measures. ال financial measures علينا فيها segment income statement، non financial measures علينا فيها ال productivity. هما دول ال 2 points بس كده اللي في الشابتر اللي ناخدهم ان شاء الله، لا اكتر ولا اقل. طب احنا بنقول نعمل measuring control system، يعني ايه اصلا control system؟ يعني ايه management control system؟ techniques نستخدمها ان احنا نجمع الانفورميشن عشان نعمل planning و controlling و to motivate ال employees behavior لا بلا بلا، باختصار عشان نعمل evaluating ال performance. تمام زي الفل. مانجمنت كنترول سيستم ميجرز، احنا لسه قايلين يا اما تكون فاينانشال ونون فاينانشال. قلنا ناخد فاينانشال سيجمنت انكم ستيتمنت، ونون فاينانشال ميجرز هناخد فيها البرودكتيفيتي. طب ده معناه ان مفيش غير السيجمنت انكم ستيتمنت في فاينانشال، ومفيش غير البرودكتيفيتي في النون فاينانشال؟ لا، في حاجات تانية بس هي مش علينا، مش مقررة علينا في المنهج. احنا مش علينا غير الجزء بتاع السيجمنت انكم ستيتمنت والبرودكتيفيتي بس كده. نبدأ بالسيجمنت انكم ستيتمنت. الفكرة زيها زي اي انكم ستيتمنت، بس الزيادة فيها ايه؟ ان انت بتفصل وبتقسم الريفينيوز والاكسبنسز على اليونتس. البيزنس يونتس اللي هي زي ديبارتمنتس مثلا، كل قسم او كل برودكت لاين هيبقى ليه زي انكم ستيتمنت. يعني في انكم ستيتمنت للشركة كلها اللي احنا عارفينها، وفي انكم يبقى هنقسم بقى الانكم ستيتمنت بتاعت الشركة كلها، نقسمها على الديبارتمنتس. يعني يبقى في انكم ستيتمنت لجزء معين في الشركة، مثلا ديبارتمنت، برودكت لاين، ديفيجن، سيجمنت. بيتقال عليه كذا مصطلح، سيجمنت او ديفيجن، دول اكتر مصطلحين بيتقالوا. يعني ايه سيجمنت او ديفيجن؟ يعني ديبارتمنت، قسم، برودكت لاين، برودكت، ايا كان. يعني الانكم ستيتمنت اللي احنا متعرفين عليها كانت سيلز، اللي هي سيلز ريفينيو، ماينس التوتال فاريبل كوست. التوتال فاريبل كوست كان بيبقى فيها ايه؟ كان بيبقى فيها يا اما كوجز، فاريبل كوجز اللي هي فاريبل مانيفاكتشرنج، يا اما فيها فاريبل اوبريتنج. جميل. كان بيديني contribution margin. بعدين نقول ماينس التوتال فيكسد كوست، كان بيدينا الاوبريتنج انكم او انكم بيفور تاكس. في الشابتر ده هتلاقيها مكتوبه انكم بيفور تاكس اكتر، فممكن نسميها مثلا نت اوبريتنج انكم، اي حاجه، او انكم بيفور تاكس. فكره نت انكم وخلاص. دي انكم ستيتمنت اللي احنا متعارفين عليها. ايه الزياده في الشابتر ده؟ ان احنا بدل ما كنا نعمل انكم ستيتمنت بالشكل ده ونكتب هنا بيانات ارقام معينه، هنا مثلا 1 مليون، هنا 500,000، كذا كذا كذا، لا، المره دي بقى في الشابتر ده مش هنعمل كده. الاختلاف ان احنا هنقسم الرقم ده، بدل ما نعمله للهول كومباني يبقى في جزء للهول كومباني للشركة كلها، وفي جزء للديفيجن او سيجمنت. ايه مثلا؟ ده سيجمنت يعني ممكن يبقى مثلا برودكت لاين ايه، ممكن يبقى ديبارتمنت ايه. وبرده في جزء السيجمنت بي سيلز، يعني هول كومباني السيلز بتاعتها، الشركة كلها عملت سيلز ب 1 مليون، قد ايه سيجمنت ايه ليه نصيب من السيلز دي؟ يعني عمل سيلز قد ايه من 1 مليون؟ مثلا نفترض 600,000، يبقى سيجمنت بي عمل قد ايه؟ 400,000. فالفكرة انك بتقسم الريفينيو على السيجمنتس، تشوف كل سيجمنت عمل قد ايه، كأنك بتعمل انكم ستيتمنت لكل سيجمنت بالشكل ده. الارقام بتاعت الهول كومباني اللي احنا متعودين عليها، اللي احنا بنجي نعمل انكم ستيتمنت للشركة. بس مش هنسكت على كده، لا، يبقى في ديفيجن، مثلا اوفيس ديفيجن، فاكتوري ديفيجن، ايا كان اسم الديفيجن، او سيجمنت يتقال عليه برضه سيجمنت عادي. فهنا نت سيلز بتاعت الشركة كلها، هنا نت سيلز بتاعت الديفيجن بتاع الاوفيس بس، نت سيلز بتاعت الفاكتوري ديفيجن وبس. لو دي 1 مليون، او مثلا لو دي 100 ودي 60، يبقى دي كام؟ 40. طب لو الكونتريبيوشن مارجن هنا ب50، ومثلا عند الفاكتوري هنا ب40، يبقى الكونتريبيوشن مارجن عند الاوفيس ب10.
فانت بتعمل انكم ستيتمنت لكل ديفيجن، بتقسم الانكم ستيتمنت بتاعت الهول كومباني على الديفيجنز او على السيجمنتس. طب ماشي، بس كده كل اللي نعمله؟ لا، في تريكية، بس هي دي التريكية الوحيدة اللي موجودة في جزء السيجمنت انكم ستيتمنت، ان الفيكسد كوست هيبقى ليها كذا نوع. احنا كنا بنقف نيجي عند contribution margin كنا بنقول ماينس توتال فيكسد كوست يديني نت انكم على طول. لا، هنا المرة دي بقى مش هنقول ماينس توتال فيكسد كوست وخلاص كده، نقسم فيكسد كوست. مرة نقول fixed cost controllable by segment manager. يعني ايه fixed cost controllable by segment manager؟ يعني المانجرز بتوع الديفيجنز دول اللي هم الديبارتمنتس مثلا او برودكت لاينز، المانجرز بتوعهم عارفينها وبيعرفوا يتحكموا بيها، زي advertising مثلا، sales promotion، salary of sales person، ايا كان training cost. ودي بتبقى not directly tied to company's production، مش مرتبطة بالبرودكشن أوي، فدي بتبقى أكتر من ناحية ال non manufacturing يعني. ده كده اول نوع. انت دلوقتي هتبقى تايه شويه في الكلام النظري، بس مجرد الحاله تلاقيها عبيطه موت. تاني نوع الفيكسد كوست كنترولابل باي اذر كوميتد كوست، اللي هي اذر ذان السيجمنت مانجر، حد تاني غير السيجمنت مانجر، يعني غير المديرين او المانجرز بتوع الديفيجنز او السيجمنتس. مش هم ما يعرفوهاش، مش بايدهم، مش عارفين يتحكموا بيها، مش عارفين تفاصيل عنها. زي ايه؟ زي depreciation مثلا، insurance، مانجر سالري، مانجر سالري، ايا كان. دي حاجات هما المانجر بتوع الديفيجنز اللي بنعمل لهم الانكم ستيتمنت مش عارفين يتحكموا بيها. بعدين فيكسد كوست uncontrollable او بيتقال عليها unallocated، دي بتبقى على الهول كومباني بس مش هتتوزع. طبعا عارف انت ما فهمتش اي حاجه من الكلام النظري ده، فتعالى نشوف على شكل الانكم ستيتمنت بقى نفسها بتتكتب ازاي. اول حاجه عادي خالص، النت سيلز بتبقى موجوده عند الهول كومباني والديفيجنز. كل ديفيجن يبقى عنده سيلز، مفيش مشكله. توتال فاريبل كوست قلنا بنقسمها، هو مقسم لكش وديك فاريبل كوست وخلاص كده، خلاص ما تقسمهاش، بسيط، اكتب فاريبل كوست واكتب هنا الرقم، نفس الكلام ونفس الكلام، بس مش مشكله. طب مقسمها لك لكوجز اللي هي فاريبل مانيفاكتشرنج مثلا، واوبريتنج كوست اللي هي ممكن تبقى على شكل سيلينج ادمنستريتيف، برضو ماشي تمام، قسمها انت كمان، هو قسمها لك. فالتوتال فاريبل كوست فيها كوجز واوبريتنج كوست. وبعدين يبقى نت سيلز ماينس توتال فاريبل كوست اللي هي الفاريبل كوجز والفاريبل اوبريتنج، هيديني كونتريبيوشن مارجن. كونتريبيوشن مارجن كنت بقول ايه؟ ماينس توتال فيكسد كوست يديني نت انكم، بس المره دي لا، مش هقول كده، هقول ماينس فيكسد كوست كنترولابل باي سيجمنت مانجر. هشيل منها الفيكسد كوست بتاع السيجمنت مانجر اللي بيتحكم بيها السيجمنت مانجر، اللي هو مانجر بتاع الديفيجن، مانجر بتاع الديبارتمنت، بتاع البرودكت لاين. فلما اشيل منها فيكسد كوست كنترول باي ديفيجن مانجر، دي برضو بتكون موجوده عند الهول كومباني، وبتكون موجوده عند الاوفيس ديفيجن وعند فاكتوري ديفيجن. يعني لو هي مثلا هنا ب100 وهنا ب60، تبقى هنا ب40. طب لو مش مديك الهول كومباني اصلا، وهنا ب40 وهنا ب60، تبقى دي ب100. فالخانه بتاعت الهول كومباني بتبقى مجموع الاتنين، والخانتين دول اصلا بتبقى عباره عن هول كومباني متقسمه على الاتنين، بس كده. طبعا مش هتبقى متقسمة بنفس النسبة، هو يبقى معرفك متقسمة ازاي، مديك رقم واحدة فيهم تجيب التانية. مثلا زي ما قلنا، لو دي ب100 ودي ب40 تبقى دي ب60. مثلا مديك نسبة بيقولك دي هتبقى 60% ودي هتبقى 40%، أيا كان هيعرفك هتقسمها ازاي، تبقى واضحة أوي. وبعدين لما نقول ماينس contribution margin ماينس fixed cost controllable by segment manager، هيديني contribution margin تاني. المرة دي contribution margin نوعه ايه؟ controllable by segment manager. ليه contribution margin control by segment manager؟ اشمعنى الاسم ده؟ لان هو اصلا ده نتج عن ان احنا شلنا الفيكسد كوست اللي هي controllable by segment manager، فما تتلخبطش في الاسامي، انت عرفت الترتيب. اول حاجه بيبقى الكنترول باي سيجمنت مانجر، فيكسد كوست كنترول باي سيجمنت مانجر. احنا عارفين ان كده كده ايه، لما بتشيل فيكسد كوست بيديك هيديك كونتريبيوشن مارجن. اول كونتريبيوشن مارجن هيقابلنا بعد الكونتريبيوشن مارجن العادي اللي هو الاولاني ده، اول كونتريبيوشن مارجن هيبقى كنترولابل باي سيجمنت مانجر. عرفت الاسم منين عشان ما تلخبطش على طول؟ جاي من اسم الفيكسد كوست. نشوف الفيكسد كوست اسمها ايه وسميه نفس الاسم، بس بدل كلمة فيكسد كوست سميه كونتريبيوشن مارجن بس. وبعدين هتقول بقى نشيل منه ايه تاني عشان يدينا نت انكم؟ لا، لسه شوية عن نت انكم. فلو دي كانت ب100 ودي ب60،
يبقى ال contribution margin controlled by segment manager عند الهول كومباني بكام؟ ب40. نفس الكلام هنا، هتطرح ده ماينس ده، ده ماينس ده، هيديك contribution margin controlled by segment manager أو division manager. وبعدين هنشيل fixed cost controllable by others، ودي ليها مسمى تاني أقول لك، بس خلينا ماشيين دلوقتي عشان ما تلخبطش. لما نشيل fixed cost controllable by others هيدينا contribution margin. قبل ما تبص contribution margin اسمه ايه؟ controllable by others، بالظبط كده على اسم fixed cost. والله يعني income statement سهلة موت. وبعدين هتشيل fixed cost unallocated، وهنا تاخد بالك بقى من حتة. كل الايتمز اللي فاتت دي كنا بنجيبها للهول كومباني وللديفيجنز او السيجمنتس الاتنين. المرة دي من اول اخر ايتم بتاعت الفيكسد كوست unallocated او بيتقال عليها uncontrollable، وتسكت على كده uncontrollable مش uncontrollable تكملة من غير تكملة. ففيكسد كوست unallocated او uncontrollable دي بتبقى للهول كومباني بس. شوف احنا حطينا عندهم كولم بتاع الهول كومباني بس، ما بتتوزعش، هي من اسمها unallocated. مش هتعرف تعمل لها allocations على divisions، مش هتعرف توزعها على divisions. هي مش بإيدك انك توزعها، مش هتقدر توزعها، مش هتعرف بالظبط كل division واخد قد ايه منها. مثلا لما اخد ال contribution margin controlled by others اشيل منه fixed cost unallocated هيديني ال net income، او هنا هنسميه income before income taxes. وتعود على المصطلح ده شوية عشان ممكن يسألك عليه ما تلاقيه في الريكويرمنت، ما تستغربش ايه income before income tax. احنا خدنا income taxes؟ لا، ده هو عادي net income، بس هو اسمه كده بس، هو قبل الضرايب بس كده مش اكتر. طب هنا برضو income before income taxes، لو انت اتلخبطت وكتبت net income مش هيحسبها لك غلط على فكرة، عادي. انا بس بعودك على المصطلح عشان لما يقابلك في requirements بس مش اكتر. فالانكم ما بيتوزعش هو كمان، يبقى انت بتوزع ال contribution margin والفيكسد كوست كلها بتوزعها ما عدا مين؟ ما عدا ال unallocated fixed cost، دي ما بتتوزعش ابدا. بس كده، كفاية رغي كتير وتعالى نشوف سؤال. ده اول اكسرسايز، مديني البيانات بتاعة الهول كومباني ومديني اوفيس ديفيجن وفاكتوري ديفيجن. طبعا مش شرط يديك الهول كومباني، ممكن يديك الاوفيس وفاكتوري، وتجيب تحسب الهول كومباني ازاي. ده بلس ده، ده بلس ده، ده بلس ده، divisions بلس بعض. تمام. ما عايز ايه؟ طالب ايه بعد رغي ده كله؟ طالب contribution approach income statement for the whole company and for each division. يعني عايز ايه segment income statement، لان هتعمل contribution approach income statement اللي هي بتاعت ال variable cost و fixed cost والحاجات دي، وللهول company والdivision يعني هتعمل بتاعت segment income statement. اول حاجة كنا بنبدأ بيها هي ايه؟ net sales او ال sales. شوفوا مسمى لك ايه، مسمى لك net sales، فنعملها net sales هنا وخلاص. فاول حاجة نبدأ بيها net sales. net sales بتاعت whole company، بتاعت office division، وبتاعت الفاكتوري ديفيجن. كل اللي اعمله ان هنقلهم بس كده، يعني كتر خيرهم سهلها قوي، ومديني حتى كمان الهول كومباني. وبعدين ماينس الفاريبل كوست. هنا مقسم لي الفاريبل كوست، قلت لك ممكن مره مقسمها لك مره مش مقسمها لك. هنا مقسمها لكوست اوف ميرشاندايز سولد اللي هي الكوجز، اللي هي المانيفاكتشرنج، والاوبريتنج اللي هي السيلينج وادمنستريتيف. فاقول ماينس التوتال فاريبل كوست اللي هي كوجز واوبريتنج كوست، متقسمه. نقلت الارقام بتاعت كل واحده فيهم، بتاعت الكومباني والديفيجنز، كوكس والاوبريتنج اكسبنسز. وبعدين هيديني contribution margin. طبعا مش هيبقى مديك بقى ال contribution margin انت تحسبه. ف contribution margin هيساوي ايه عند الهول كومباني؟ contribution margin بتاع الهول كومباني هيساوي 99 minus 38 minus 8. 99,000 99,000 minus 38,000 minus 1000 minus 8000 اديك 53,000. ده كده ال contribution margin بتاع الهول كومباني. نفس الكلام انا هعمله مع ال division. 66 minus 22 minus 5، وهنا 33 minus 16 minus 3. بس كده ادينا contribution margin. اول fixed cost كنا بنشيلها بعد ال contribution margin، كانت fixed cost controllable by segment manager. بس قلت لك هي steps بتمشي عليها، ففعلا هنا نحط fixed cost controllable by segment manager. عشان كده مرضتش اطول قوي في النظري، لان الموضوع بسيط قوي مش مستاهل اكبره لك يعني. fixed cost controllable by division manager
اهي، هي دي ديفيجن او سيجمنت، يعني قلت لك الاتنين حاجه واحده، يقول لك ديفيجن يقول لك سيجمنت، مفيش اي مشكله عادي. عند هول كومباني 16، عند الاوفيس ديفيجن 10، وعند الفاكتوري 6000. هنقل الارقام زي ما هي، 16 10 6. وبعدين هيديني contribution margin اسمه ايه؟ contribution margin controllable by segment manager. عرفت منين؟ ما هو جاي من fixed cost، جاي بعد ما شلنا fixed cost controllable by segment manager، فيديني contribution margin controllable by segment manager على اسم fixed cost عشان ما تلخبطش. contribution margin دي اسم fixed cost، معانا طبعا اول contribution margin العادي ده خالص، ده ملوش دعوة باللي احنا بنقوله. وبعدين شلت كنت اول فيكسد كوست شلتها كانت كنترولبل باي سيجمنت مانجر، تاني فيكسد كوست اشيلها كنترولبل باي اذرز. يعني انت اول شلت ايه؟ اللي بيتحكم بيها السيجمنت مانجر، هتشيل اللي بيتحكم بيها ناس تانيين غير السيجمنت مانجرز، غير المانجر بتاع الاوفيس ديفيجن وفاكتوري ديفيجن، اي ناس تانية بقى ايا كانوا مين. فتشوف الكنترولبل باي اذرز، فيكسد كوست كنترولبل باي اذرز، تمام. تبقى 10 عند الهول كومباني 5 5 ومديها. فانا اقول contribution margin controllable by segment manager minus fixed cost controllable by others، زي ما قلنا 10 5 5 هيديني contribution margin controllable by مين؟ by others على اسم الفيكسد كوست. لما شلنا fixed cost اداني contribution margin controllable by others، يبقى 37 37 minus 10 هيبقى هنا 27000، هنا تبقى 24 وهنا تبقى 3. تعال نشوف كده، تمام مظبوط. وبعدين شلت الاتنين فيكسد كوست اللي هما كنترولبل باي سيجمنت مانجر وكنترولبل باي اذرز، هيتبقى فيكسد كوست تالتة. هما تلاتة فيكسد كوست بنشيلهم. اول واحدة كنترولبل باي سيجمنت مانجر، دي كانت بتديني كنتريبيوشن مارجن كنترولبل باي سيجمنت مانجر. وبعدين اشيل فيكسد كوست كنترولبل باي اذرز، بتديني كنتريبيوشن مارجن كنترولبل باي اذرز. وبعدين اشيل تالت فيكسد كوست بتبقى ال unallocated unallocated او uncontrollable. ممكن تلاقيها بالاسم ده او بالاسم ده، تبقى عارف الاسمين. زي ما قلت لك ممكن تلاقي مكتوب سيجمنت او ديفيجن برضه، يعني في كذا مصطلح لكذا حاجه عادي. ففيكسد كوست ان الوكيتد، تعال نشوفها في السؤال. فيكسد كوست ان الوكيتد اهي، ان الوكيتد كوست ب 6000. هو موضحها لك زي الشمس، واظن مش متوقعش في الامتحان السؤال يبقى مباشر قوي كده، هو يبقى مباشر برضه بس مش الدرجات يعني، الله اعلم. حطيتها لك عند الهول كومباني وبس، فده صح. وانت لما تيجي تحل تحطها عند الهول كومباني بس، ما تقولش طب هو مش مديني التقسيمه فانا اقوم مقسمها 3 و3. لا، ما تشغلش دماغك، هو ما يقدرش يقسمها لك لان هي ما بتتقسمش. فهو لو حتى ادالك كرقم كده من غير ما يوريك ان دي عند هول كومباني ولا عند فين بالظبط، فانت تبقى عارف ان هي اصلا عند الهول كومباني، تتحط عند الهول كومباني بس. اللي هي ايه من اسمها unallocated، فانت تقوم عامل لها allocation. هي ما بتتوزعش اصلا، ما ينفعش تعمل لها allocation على الديفيجنز. هنا تبقى 6000. شفت هنا سايبين دي فاضية ودي فاضية، عايز تبقى فاضية عايز تعمل شرطة براحتك يعني أي حاجة. يبقى كده هنجيب ال income before income tax أو ال net income net operating income أو أيا كان. 27,000 minus 6,000 هيديني 21. خدت بالك أنا ما كتبتش هنا حاجة ولا هنا حاجة، يبقى هنا فاضية وهنا فاضية، هنا فاضية وهنا فاضية. ليه؟ لأن أنا ما شلتش unallocated fixed cost من ال divisions، هي أصلا unallocated ما وزعتهاش على ال divisions، بالتالي ما وصلتش لمرحلة ال income before tax. يعني الحتة دي والحتة دي ما بيظهروش غير عند الهول كومباني بس، الخانة اللي هي بتاعت التوتال بتاعت الهول كومباني ممنوع يظهروا، خصوصا الان الوكيتد دي بالذات ممنوع تظهر النهائي عند الديفيجنز نهائي. هو مش محتاج يقول لك، مش محتاج يحط لك عند الهول كومباني عشان تعرف انها مش هتظهر هنا، من غير ما هو يعمل لك كده اصلا انت عارف انها كده كده مش هتظهر عند الديفيجنز. ليه بكررها؟ لان دي حاجات من الحاجات اللي بتوضح انت فاهم ولا لا. هو ممكن يقوم مديلك عايمه كده لوحدها رقم unallocated fixed cost، وانت بقى فاهم انها بتتحط عند الهول كومباني بس. ده كده اول اكسرسايز، اظن سهل اوي مفيهوش اي حاجه خالص. التاني اكسرسايز يبقى سهل برضه بس يعني نشغل دماغنا فيه شويه، لكن مفيهوش برضه تريكات ولا حاجه. في ملاحظه بس عايز اقولها لك، ان الفيكسد كوست كنترولبل باي اذرز دي ليها اسم تاني. احنا قلنا دي ايه؟ كنترولبل باي سيجمنت مانجر،
طب دي controllable by others، يعني مش controllable by segment manager، يعني uncontrollable. لو قلت uncontrollable وسكت تبقى غلط. ليه غلط؟ لان دي هي اللي uncontrollable خالص، عن طريق اي حد، لا segment manager ولا غير segment manager. لكن دي uncontrollable by segment manager. يعني ايه؟ يعني بيتحكم بيها ناس تانيين غير السيجمنت مانجر، يعني controllable by others. فالمصطلحين بيدلوا على نفس الحاجة. لكن uncontrollable وتسكت، هي دي uncontrollable. uncontrollable واسكت على كده خلاص. uncon بس يعني دي ما فيش حد بيتحكم بيها، لا السيجمنت مانجر ولا غير السيجمنت مانجر. انت تعود انك تكتب مصطلح من مصطلحين، وقت ما تتعود على المصطلح خلاص اثبت بيه. بس طب ليه بقول لك التاني طالما انت كده كده تكتب مصطلح واحد في انكم ستمنت، مش تكتب الاثنين؟ علشان لو جالك بدل مثلا هنا كان مدينا مصطلح controllable by others، افرض شالك وقال لك uncontrollable by segment manager، طب انت بقى متنح مش عارف ايه uncontrollable by segment manager دي، هل هي دي unallocated مثلا؟ تبقى انت عارف ان هي انا uncontrollable اللي هي controllable by others، هي uncontrollable by segment manager. وبرضه افرض قال لك uncontrollable في fixed cost او uncontrollable cost وسكت، تبقى عارف ان هي ال unallocated. بس لكن انت لما تيجي تتعود على income statement من ناحية الكتابة، انك تتعود انك تكتبها، فتتعود على مصطلح من المصطلحين، ما تكتبش مرة كده ومرة كده عشان تبقى ثبتت في دماغك يعني. تاني exercise نفس الفكرة، نفس الكونسبت هنطبقه، بس هنا هنشغل دماغنا شوية. هنا بيقول لي share the company has two divisions. company عندها two divisions أو two segments and the following information available. النت سيلز كانت 130,000، ده كده النت سيلز 130,000 سكت، دي بتاعت هول كومباني. طب تعالى نتأكد. بيقول لك 90,000 was attributed to the Joule division. يعني ايه؟ يعني 90,000 منها على جول division، يبقى الباقيين على division التاني. احنا قلنا عندنا two divisions، 130,000 اللي هو الكومباني، 90 على division 1 مثلا اللي هو جول، يبقى تاني division هيبقى ليه 130 ناقص 90 يعني 40، الباقي من 130 40. احنا لسه لحد دلوقتي ما نعرفش اسم تاني division. تعال نشوف requirement point B. variable costs were 80,000. تمام، variable cost كانت 80,000. هنا ما وزعهاش، ما قالش جزء كوجز وجزء اوبريتنج، مش مشكلة. بقول لك 40% attributed to the song division، يبقى كده عرفنا ايه؟ ان اسم تاني division هو song. 40% من ال80,000 رايحة للسونج، يبقى 60% رايحة لجوال division. مظبوط. طب تعالى نمشي خطوة خطوة الأول عشان ما نقعدش نقرأ ونتوه. أول حاجة نت سيلز 130,000، 90,000 كان قايل للجول، ويبقى 130 ناقص 90 يعني 40,000 للسونج ديفيجن. بعدين ماينس الفاريبل كوست، قال لي إن الفاريبل كوست كلها على بعضها ب80,000، 40% منها لسونج ديفيجن. 40% يبقى 80,000 في 40% هيديك 32,000، يبقى الباقي 80,000 ناقص 32,000 48,000 لجوال ديفيجن. أو ممكن ما تقول ايه 80,000 40% ده كده السونج ديفيجن، يبقى بالتالي طالما السونج ديفيجن 40% يبقى ده 60%، الفاريبل كوست بتاعته يعني 60%. فتقوم قايل ايه 80,000 في 60% هيديك 48,000. الاتنين صح. المهم انك تقسمها لي، بس تقسمها بقى بطريقتك. بعدين هنقول النت سيلز ماينس الفاريبل كوست هيديني contribution margin. contribution margin اللي هو الكومباني والجول ديفيجن والسونج ديفيجن. كده حسبنا اول contribution margin. اول fixed cost هتتشال fixed cost controllable by segment manager. احنا خلاص حفظنا الستبس، اتعودنا عليها خلاص. طب تعالى نشوف فين هي. total separable fixed cost controllable by division manager where 30,000. ده كده التوتال اللي هي بتاعت الهول كومباني. ماشي. of which 20,000 applied to the Joule division. 20,000 للجول، يبقى 10,000 للسونج division. والله حاجة قمة السهولة يعني. بس كده 30,000 توتال، 20,000 ده يبقى 10,000 هنا. يبقى أشيل contribution margin minus fixed cost controllable by segment manager.
هيديني contribution margin controllable by segment manager. يبقى 50,000 minus 30,000 20,000 42,000 minus 20,000 22. 8 minus 10. خد بالك بقى هنا 8 ناقص 10,000 8,000 ناقص 10,000 يبقى في خسارة ب2000 نيجاتيف 2000. ايه ده؟ يعني ممكن في خطوة الكونتريبيوشن يطلع لي عند واحد من الديفيجنز او حتى الاتنين ديفيجنز يطلع لي فيه لوس؟ طبعا ممكن. ما هو يا ليه اصلا؟ ايه فكرتها؟ ما هو ده اللي بنقوله. فكرة السيجمنت انكم ستيتمنت انها بتساعدك تعمل ايفالويتنج للبرفورمانس. بتشوف اداء كل ديفيجن من الديفيجنز دي، مين فيهم بيحقق كونتريبيوشن بوزيتيف، مين فيهم بيحقق لوس خسارة. وده هنشوفه في الريكويرمنت 2 و3. فايدة السيجمنت انكم ستيتمنت. بس خلينا دلوقتي في ريكويرمنت واحد لو احنا نعمل انكم ستيتمنت اصلا. طب لو قلت لي التوتال، طب هنحسبه ازاي؟ ماشي، هنا اصلا واخدين التوتال، اقصد الكونتريبيوشن مارجن هنحسب دي. لو عايز تتأكد انك ماشي صح، ده كده نيجاتيف 2000، وهنا بوزيتيف 22. نيجاتيف 2 بوزيتيف 22 هيديك بوزيتيف 20. فعلا انت كده ماشي مظبوط. نكمل. احنا قلنا contribution margin controlled by segment manager. كده احنا شلنا اول fixed cost. هنشيل تاني fixed cost اللي هي controllable by others. احنا شلنا اللي هي controllable by segment manager. شوف ال controllable by ناس غير ال segment manager اللي هي controllable by others، اللي هي uncontrollable by segment manager. بس خلينا في المصطلح بقى اللي هو controllable by others. شوفها مديها لنا بكام. total separate fixed cost not controllable by division manager. شفت هنا قال لك بأي مصطلح؟ not controllable by division manager، اللي هي controllable by others. الاتنين نفس المعنى. كانت 10,000 للجول و4,000 للسونج. هنا مديني بتاعت الديفيجنز، فالتوتال بتاعت الهول كومباني تبقى مجموع الاتنين 10,000 ولا 4,000. يبقى هنا للسونج 4,000، جول 10,000، دي مجموع الاتنين 14,000. وبعدين هقول ال contribution margin controllable by segment manager minus fixed cost controllable by others هيديني contribution margin controllable by others على اسم ال fixed cost اللي شلناه. وبعدين أشيل ال unallocated fixed cost. بص هنا unallocated fixed cost قالك unallocated costs were 7,000 بس، ما قالكش حطها للهول كومباني ولا ما تحطهاش لمعرفش ايه. انت المفروض عارف انها تتحط للهول كومباني بس، فانت تحطها عند الهول كومباني وبس. تحط 7,000 هنا يبقى 6 minus 7,000 اديك loss ب negative 1000. كده income negative 1000 يعني في loss ب 1000. والكومباني بتحقق خسارة ب 1000. لو تلاحظ ان هنا لما قلنا negative 2 وهنا شلنا fixed cost minus 4000 اداني negative 6. يعني اللي مسبب لي الخسارة دي اصلا هو السونج ديفيجن، هو اللي سبب لي اللوس دي. طب تمام، ده اول requirement. تاني requirement بيقول لي which division manager should receive a bonus. وليه؟ انهي division manager المفروض نديله بونص؟ ده اكيد المفروض دلوقتي فهم. اللي هنديله بونص هو اللي بيحقق positive contribution margin. عند contribution margin بتاعه شوف اللي عنده positive contribution margin. نشوف سونج ديفيجن كان بيحقق لي نيجاتيف. جول ديفيجن بص هنا كان بوزيتيف contribution margin. هو ده اللي المفروض نديله بونص. يبقى measure of جول division should receive a bonus. ليه؟ عشان بيحقق positive contribution margin أو contribution of 12,000. جميل. طيب which division needs more investigation. وليه؟ محتاج نعمل له investigation أكتر، نستفسر عنه أكتر. هو السونج division. ليه؟ لأنه بيحقق خسارة. تقول له السونج division ليه؟ عشان بيحقق خسارة. achieves a loss of 6,000 اللي هي دي. يبقى إذا اللي بيحقق positive contribution margin ده هو اللي المفروض ياخد البونص. اللي محتاج انفستيجيشن اكتر اللي بيحقق لوس. افتكر ان انا اللوس اقصد اللي هو contribution margin بالنيجاتيف، ده مقصود باللوس بتاع الديفيجنز. لكن هنا ما بنحطش حاجه كده كده عند الانكم فور انكم تاكس، ما بنحطش حاجه عند الديفيجنز. متلخبطش. اخر سؤال انا مش هحله معاك، ابقى اسيب لك حله ان شاء الله.
مفيهوش اي حاجه خالص. حتى يعني لو نسيت اسيب حل ولا حاجه، بس ان شاء الله يعني ابقى اسيب لك حل. ومفيهوش اي حاجه، الفكره كلها ان مش مديك التوتال، انت تبقى تجيب التوتال. مديك تو اوفيسز، اوفيس جرينفيلد اوفيس وجرينديل اوفيس ولا ايا كان، وانت هتجيب التوتال اللي هو بتاع الهول كومباني، مش مديهالك فانت هتجيبه، وهتمشي بالخطوات عادي خالص، مفيش اي حاجه. وهتعمل انكم ستيتمنت عشان تحسب كل حاجه وقت اللي بقولك contribution margin بتاع جرينفيلد اوفيس، contribution او loss على حسب controllable by manager of greenfield office greendale office. ده اللي هو controlled by division manager controllable by division manager. بس مفيش اي حاجه خالص. كده احنا الحمد لله خلصنا نص الشابتر، ندخل دلوقتي على النص التاني بسم الله بتاع productivity. productivity يعني الانتاجيه، دي من الميجرز اللي بنقيس بيها ال efficiency. بتتقاس ازاي؟ عن طريق الاوتبوت على الانبوت، ده القانون الاساسي بتاعها. ايه هو الاوتبوت بقى وايه هو الانبوت؟ دي الفكره بتاعت جزئيه البرودكتيفيتي. اوتبوت والانبوت هيختلفوا على حسب انت عايز تقيس ايه بالظبط. عايز تقيس حاجات فاينانشال ولا نون فاينانشال، ولا ميكس من الاتنين، ولا ايه بالظبط؟ لو هتقيس حاجات فاينانشال يبقى البرودكتيفيتي هتساوي الاوتبوت وقتها. احنا قلنا هي كده كده في كل الاحوال انبوت على اوتبوت، اوتبوت على انبوت اقصد. فالاوتبوت هنا هيبقى فاينانشال، فهنا انت هتقسم حاجه فاينانشال على فاينانشال. يعني ايه اوتبوت فاينانشال وانبوت فاينانشال؟ حاجات الفاينانشال بتبقى monetary terms، يعني حاجات هتلاقي فيها مثلا الدولار، تلاقي جنبها علامة دولار كده، زي ايه؟ زي مثلا ما اقول لك الريفينيو، ده كده فاينانشال ولا نون فاينانشال؟ حاجة فيزيكال ولا حاجة فاينانشال؟ ده كده فاينانشال. طب لما اقول لك الكوست، اي نوع من الكوست، سواء كانت توتال كوست او مثلا ليبر كوست او ايا كان، فده برضه فاينانشال. مش دي تتقاس بالدولار، بالفلوس موناتري، فدي كل حاجات فاينانشال. طب افرض قلت لك مثلا number of employees، هل ده كده financial؟ لا ده حاجة physical، دي non financial. انا بقول لك عندي 50، قول عدد الموظفين كام، اقول لك 50 دولار، لا، فده كده non financial، ده physical. طب لو قلت لك مثلا units number of units، يعني ينفع اسألك على سعر حاجة تقول لي 5 units سعرها 5 units؟ لا برضه، دي مش دولار، مش monetary، مش حاجة monetary، فدي كده برضه non financial. فالحاجة الفاينانشال بتتقاس يعني بالفلوس كده، بالدولارز، بالمونetary، المونetary تيرمز يعني. طب زي ايه من الأمثلة اللي علينا أساسية؟ الأمثلة اللي علينا أساسية، المهم تبقى عارف فكرتها إن الفاينانشال تبقى فاينانشال حاجة أوتبوت فاينانشال على انبوت فاينانشال. ايه الأمثلة الأساسية اللي علينا بقى؟ أول حاجة السيلز ريفينيو على الكوست، وهنا الكوست اللي هي التوتال كوست كلها. أو في برضو مثال تاني بيجي سيلز ريفينيو على دايركت ليبر كوست. خدت بالك ان الاوتبوت اللي فوق ده بيبقى الاوتبوت فاينانشال ريفينيو، وهنا برضه في الحالتين كان ريفينيو اللي هو حاجه فاينانشال. طب الانبوت مره كان كوست بشكل عام، توتال كوست كلها، وده برضه فاينانشال. مره كان دايركت ليبر كوست اللي هو برضه فاينانشال. ده قوانين، هنشوف دلوقتي بالحل نطبق قوانين ازاي. طب ماشي كده، لو كانت دي فاينانشال. طب لو تفتكر اصلا احنا قلنا productivity non financial measure، يعني هي بتقيس حاجات برضو non financial في اول شابتر خالص. يعني ال productivity ممكن تقيس حاجة physical، يعني نقيس ال productivity بتاعت حاجة physical ممكن. فهنا non financial measure، احنا قلنا اول حاجة كانت financial، هنا non financial
بيتقال عليه مصطلح مهم برضه، ممكن ميتقالش عليه نون فاينانشال، ممكن تلاقيها مكتوبة فيزيكال. فيزيكال الحاجات اللي هي مش فاينانشال، اللي هي فيزيكال. زي ايه؟ زي ما قلنا من شوية، مثلا يونتس، اورز، بليز، الحاجات دي كلها. طب هنا الأمثلة اللي علينا، الأمثلة اللي بتيجي بتبقى، طبعا الأول نكتب القاعدة بتاعتها، ماشي، إنها بتكون عبارة عن حاجة أو output non financial على input non financial. هو ال output ال non financial وال input ال non financial. نقول مثلا الأمثلة اللي بكتبها لازم تكون عارفها، الله أعلم بقى يخرج عن الأمثلة دي في الامتحان ولا لأ، بس دي أمثلة أساسية لازم تكون عارفها. units divided by hours. units هي ال output، hours ال input، هي ال labor hours مثلا. فالinput بتدخل hours عشان في الآخر تنتج units، تستهلك ساعات عشان تنتج units. دي كده قوانين ال productivity. بس كده انت قلت financial على non financial، أقصد قلت financial على financial و non financial على non financial. هو مفيش حاجة طب بتبقى مثلا financial على non financial أو العكس؟ مفيش حاجة تدمج ما بينهم؟ ولازم يا كده يا كده؟ مش مزعلك، هو فعلا في حاجة بتدمج ما بينهم، ودي بيتقال عليها ميكس. ميكس، او في ناس بتحطها من ضمن الفاينانشال، خد بالك او بقى من النقطة دي. بس خلينا بس نمشيها دلوقتي ميكس. ليه ميكس؟ انها جزء فاينانشال وجزء نون فاينانشال. طب الجزء الفاينانشال ده بيبقى الانبوت ولا الاوتبوت؟ بيبقى الاوتبوت اللي هو اللي فوق. فهنا بنجيب فاينانشال نقسمه على نون فاينانشال، عشان كده حتى من اسمها ميكس. طب ايه الامثلة اللي لازم اكون عارفها؟ اول مثال سيلز ريفينيو، ده فاينانشال، على النون فاينانشال هقسم عليه الانبوت النون فاينانشال، هيبقى النمبر اوف امبلويز. طب ماشي، يا اما في قانون تاني برضو لازم تكون عارفه. ناخد سيلز ريفينيو على hours، بس direct labor hours work. طبعا القوانين بتبقى مملة من غير أسئلة، أنا عارف، أنا من النوع اللي بحب أشوف عملي وأطبق عملي عشان نفهم. بس الفكرة لما القوانين كلها تبقى قدامك ده يسهل عليك، يعني أنت لما تيجي تحل دلوقتي حرفيا هتبص على القوانين وخلاص كده. لاحظت إيه؟ لاحظت إن الميكس فيها جزء financial و non financial، ولاحظت إن أنا دايما بستخدم الأمثلة اللي علينا عشان تسهل على نفسك حفظها. حط السيلز ريفينيو في أي حاجة. احنا عرفنا إن الفاينانشال ميجر بيبقى فاينانشال على فاينانشال، يعني اوتبوت فاينانشال. طب الميكس كذلك نفس الكلام، فاينانشال اوتبوت، بس الفكره ان الانبوت هيبقى نون فاينانشال. طب الاوتبوت الفاينانشال ده دايما بيبقى سيلز ريفينيو، دايما في الامثله اللي علينا. افرض في الامتحان غيرها لك وخلاك ما ادكش سيلز ريفينيو، اداك حاجه فاينانشال اوتبوت تانية، خلاص ماشي استخدمها، بس في الغالب يعني بيبقى هو السيلز ريفينيو. فانا بقول لك الطريقه اللي تسهل عليك حفظ بيها الامثله اللي عليك، بغض النظر بقى في الامتحان لو خرج عن الامثله دي، فانت فاهم الفكره انه فاينانشال على فاينانشال او فاينانشال على نون فاينانشال. فهو بيبقى السيلز ريفينيو الاول. تمام. الانبوت لو بنتكلم على financial measures، فيبقى الانبوت financial بالتالي يبقى يا اما كوست كتوتال، يا اما دايركت ليبر كوست تحديدا. طب لو نتكلم على ميكس، فانت كده هتقسم على نون فاينانشال. هتقولي طب ما هو في اتنين اوتبوت نون فاينانشال، في اتنين انبوت اقصد نون فاينانشال. ما على حسب، لو بنتكلم على حالة بتاعة الميكس، فانت يا اما هتقسم على number of employees، يا اما direct labor hour worked. direct labor hours worked، على حسب مديك ايه في السؤال. طب هنا لو فيزيكال يعني الاتنين نون فاينانشال، هتجيب اليونتس تقسمها على الاورز. خدت بالك ان دي الوحيدة اللي الاوتبوت بتاعها يونتس، يعني ايه الاوتبوت بتاعها نون فاينانشال، هي النون فاينانشال ميجر او فيزيكال ميجر، دي الوحيدة اللي الاوتبوت بتاعها نون فاينانشال.
خد بالك مش شرط يقول لك يونتس بشكل صريح، ممكن يقول لك مثلا كيلو جرامز مثلا، مثلا باوندز. باوندز مش مقصود ده جنيه مصري، لا، باوندز اللي هي وحدة قياس يعني، زي ما نشوف في سؤال كمان شوية. فهي قوانين عبيطة أصلا يعني، أنت مجرد ما فهمت فكرتها خلاص. نوت بقى عايز أقولها، الملحوظة أو النوت دي، إن الميكس ده بيندرج تحت الفاينانشال. مش كل الدكاترة قالوا الجزء ده، الله أعلم يعني، بس في دكاترة قالوه. فطالما دكاترة قالوه فأنت لازم تعمل احتياطك. يعني إيه؟ لو قالك هات لي فاينانشال ميجرز وسابها لك مفتوحة، ما قالكش اسم فاينانشال على فاينانشال ولا فاينانشال على نون فاينانشال، فأنت تجيب، طالما قالك فاينانشال ميجر وساب لك مفتوحة، هات الفاينانشال ميجر والميكس كمان، الاتنين دول اللي هم دول، هات الاتنين دول. لو قالك فاينانشال ميجرز وسابها لك مفتوحة، ما حددلكش هتقسم ايه على ايه، وغالبا مش هيحدد على فكرة، بس يعني لو ايا كان. فهنا الجزء ده ممكن نقول على انه يعتبر، او انه tends to be financial measure. يعني سابها لك مفتوحة ومحددلكش، فانت هات الاتنين، اللي هو الفاينانشال ميجر الاولاني والميكس. وحتى هيبقى فيه حتة هنت كده هتوضح لك انه عايز ده كمان في حتة الانفليشن. ممكن نقول برضو ايه، نعمل adjusting الانفليشن. مهما حاولت اشرحها لك نظري، انا بصراحة مش عارف اشرحها لك نظري حتة الانفليشن دي. فاحنا نشوفها على شكل سؤال بقى عشان ما نبقاش طولنا في قوانين ورغي كتير من غير اسئلة. يعني تعال نشوف السؤال ده. مديني شركة او ايا كان، مديني البيانات بتاعتها لسنة 2001 2003 2021 2023. سميها براحتك، 2011 2013 براحتك، 20 x1 ايا كان. مديني pounds of laundry processed. pounds دي ده كأنها بدل units. فاكر لما قلت لك ممكن تتقال بكذا صيغة، فده حاجة out. processed اللي هو انتجناه مثلا او عملناه خلاص. pounds of laundry processed عند 2021 كانت 1,420,000، عند 2023 كانت 1,505,000. ماشي. وهنا السيلز ريفينيو. السيلز ريفينيو احنا قايلين كده كده هو financial output للسنتين برضو. بص الحاجة الفاينانشال، بص حتى هو مساعدك قوي وبيديك علامة الدولار باينة قوي يعني. ال direct labor hours worked hours ال direct labor cost مديك برضو علامة الدولار، بيوضح لك انها financial. هنا عند الباونس كان كاتب لك باونس. حاجات خاصة باللوندري والملابس زي المغسلة كده، حاجات يعني ما علينا من تفاصيل السؤال نفسه. عايزين نشوف بقى نحل ازاي. The laundry used the same facilities in 2023 as in 2021 during the past 3 years. However, the company put more effort. عشان تبقى شايف انا بقرأ في ايه. The company put more effort into training its employees. تمام. The manager of Morrison's was curious about ايه about whether the training had increased labor productivity. اداهم training، فعايز اشوف اداهم training، فعايز اشوف هل في اختلاف، يعني 2021 زي 2023 وفعلا في 2023 اتحسنوا، فالبرودكتيفيتي بتاعتهم زادت ولا لا، التريننج جيب فايدة ولا راح على الفاضي. فانت تحسب برودكتيفيتي هنا، برودكتيفيتي هنا، وتشوف percentage change. هل في 2023 البرسنتج تشينج يعني لقيت فيه increase، في زيادة، نسبة زيادة، ولا مفيش نسبة زيادة في productivity عن 2021. هنشوف ده دلوقتي. Compute a measure of labor productivity for 2023 based entirely on physical measures. وضح لك استخدم physical measures بشكل كامل. physical measures اللي هي كانت ايه؟ دي physical measures، عشان كده اكتب لك قوانين قدامك. physical measures او اللي هي non financial، كنا بنقسم units على hours. non financial على non financial. يعني هنقسم ايه على ايه بالنظر كده. units هنا بدلها pounds، هنقسم pounds على ايه؟ فين ال hours؟ direct labor hour direct labor hours work. هنقسم pounds على ال hours.
بس كده. وهنقسمها ل 2021 و 2023 ونجيب percentage change. ال percentage change القانون بتاعها لو تفتكر كان ال new percentage change، ال new minus ال old على ال old. تمام، تعمل times 100 عشان تحولها ل percentage. وهنا بقى بيوضح لك شرح تفصيلي، بيقول لك استخدم measures of physical output and physical input وuse them to compare ال physical productivity معرفش ايه. يعني خد بالك ان احنا هنعمل كمان comparing ل productivity، يعني نحسب percentage change باختصار. وموضح لك بالتفصيل أوي الامتحان، مش شرط يوضح لك تفصيلا أوي كده يعني، تلاقي السؤال مختصر عن كده. طب ماشي، بص نعمل أول requirement وبعدين نشوف باقي requirements عشان ما نتوهش. عايز تحلها بجدول تمام، عايز تحلها من غير جدول مفيش أي مشكلة خالص، براحتك. جدول بتبقى منظمة ومريحة للعين أكتر. فأنا نحط سنة 2021، عايز تعمل 2020 x1 براحتك، وهنا 2023، وهنا نحط ال percentage of change، نسبة التغيير من ال productivity بين 2021 و 2023. أول حاجة، أول requirement نتكلم على physical اللي هو non financial. هكتب القانون بتاع الفيزيكال عشان مش هكتبه عند 2021 2022 و 2023، فاكتبه مرة واحدة هنا. هيساوي ايه؟ هنقسم ايه على ايه؟ تعال نشوف، تأكيد من السؤال. هنقسم الباونds على direct labor hours. الاوتبوت هيبقى non financial والانبوت كذلك hours non financial. حتى لو بصيت على القوانين بتاعة الفيزيكال هتلاقيها تمام، units على الhours. هي قلت لك الأمثلة دي الأسئلة اللي المفروض تبقى حافظها لأنها بتيجي في الأسئلة. لو جاب لك حاجة تانية فأنت فاهم، أنت اسم output non financial على input non financial. هنا بدل اليونتس هنقول باونds على الأورز، اللي هي في الحالة دي direct labor hours على labor hours. الباونds بتاعت 2021 بكام؟ ب 142,000. طب مرة الليبر hours ب 44,500 على 44,500. طبعا اللي فوق ده output pounds والinput اللي تحت hours، هتساوي 31.91. وضح الباين شوية، 0.91 ايه بس كده وتسكت. لا، وضح انك فاهم ان دي باونds بير اور، مش انت قسمت باونds على hours، فيبقى دي كده باونds بير اور. نفس الكلام اللي عامل مع 2023. هنجيب الباونds بتاعت 2023 على الأورز الليبر أورز بتاعت 2023 equals 32.4 برضه باونds بير اور. percentage of change هنجيبها ازاي؟ النيو productivity بتاعت السنة الجديدة اللي هي تبقى السنة الأكبر، يعني اللي هي 2023 minus الأولد اللي هي 2021 على الأولد اللي هي 2021، فتبقى 32.4 minus 31.91 على 31.91 تساوي، طبعا ندم من times 100 تبقى 1.54%. كده كده كانت واضحة انها تطلع بوزيتيف لأن ال productivity الجديدة أكبر من القديمة. productivity بتاعت 2023 أكبر من بتاعت 2021، فمعناها انها زادت، معناها ان ال productivity زادت، معناها ان في percentage change بالبوزيتيف. ده كده أول requirement. تاني requirement compute a measure of labor productivity for 2023 based entirely on financial measures. Do the same for 20 كذا one. That is from the data given choose measures of financial output على financial input. خد بالك وانا اوضح لك، عايز financial output على financial input، ما سابلكش محتار مثلا وقال لك طب استخدم financial output على financial input ولا financial output على financial على non financial input، عشان قلنا ممكن اعتبر الاتنين financial.
لا وهنا قيدك، قال لك فاينانشال على فاينانشال. دي اول واحده قلناها. اول واحده كانت ايه؟ قلنا يا اما سيلز ريفينيو على كوست، يا اما سيلز ريفينيو على دايركت ليبر كوست. هنا كده كده اصلا مفيش غير دايركت ليبر كوست، فهتبقى سيلز ريفينيو على دايركت ليبر كوست. 2021 2023 نفس الكلام. 690,000 2020، 690,000 على 318 تساوي 2.17. هنا بقى مفيش مثلا باوند بير اور ولا معرفش كذا بالكذا، ان هي اصلا اللي فوق دولارز واللي تحت دولارز، فهي خلاص هي نفس الواحدة كده كده. طب 2023 طلعت ب 2.56. طب اجيب البرسنتج تشينج، النيو ماينس الاولد على الاولد. النيو 2.56، الاولد كان 2.17. 2.17 على الاولد اللي هي 2.17 وتايمز 100. بنسى اسيب لها مكان كل مرة. طلعت البرسنتج اوف تشينج ب 17.97%. تالت requirement بيقول لي suppose the following productivity measure was used، واداني طريقة حساب productivity استخدمها. productivity equals sales revenue على direct labor hour worked. خد بالك ده ايه؟ sales revenue دي financial، direct labor hours worked دي non financial. financial على non financial يبقى نتكلم على ميكس، فكان طلب مني حتة الميكس. حتى كنا قايلين حتى القانون بتاعها sales revenue على direct labor hours worked. في حنكاية وتركاية بسيطة كده، بس تعالى نمشيها واحدة واحدة الأول عشان متلخبطش. يبقى كده تلاتة بتاعة الميكس، وإلا استخدم القانون ايه؟ سيلز ريفينيو على دايركت ليبر اورز. حتى لو ما كانش قايلها أنا كنت عارف إن أنا كده كده استخدم القانون ده. سيلز ريفينيو على دايركت، أقولك دي اورز عشان بس المكان. سيلز ريفينيو بتاعة 2021 على الدايركت ليبر اورز. اوعى تروح تاخد لي دايركت ليبر كوست، لا احنا عايزين سيلز ريفينيو على دايركت ليبر اورز، هنا نفس الكلام. والله واحد كان بيفكر ما يشرحش الشابتر ويقول لي التريكات بتاعته في الكورت كده وخلاص. سيلز ريفينيو على الليبر اورز. بكتب القانون ليه؟ خلاص كتبت القانون مرة واحدة مش هقعد اعيده. 690 على ماشي. خد بالك بقى، هنا 690,000 على 44,500. 690,000 دي عبارة عن ايه؟ سيلز ريفينيو. يعني ايه؟ يعني دولارز. الليبر اورز دي عبارة عن ايه؟ اورز، ساعات، حاجة فيزيكال مش دولارز. بيقول لك في الريكويرمنت ان في inflation equivalent to 1.13. يعني في inflation في 2023 حصل 1.13. هو قايل لك الجملة بالظبط عبارة عن ايه؟ each 2021 dollar is equivalent to 1.13 dollars in 2023. كأنه بيقول في inflation 1.13، يعني كأنه بيقول بالظبط 13%. مش هقعد اشتتك دلوقتي، نمشيها واحدة واحدة. يعني ايه inflation اصلا؟ ده حاجة بتحصل للفلوس، بتقلل قيمتها بسبب زيادة الأسعار، فالفلوس بقيمتها بتقل. فما ينفعش تتعامل مع سنة حصل فيها انفليشن وتقارن بينها وبين سنة ما حصلش فيها انفليشن، تقارن البرودكتيفيتي بتاعتها. لازم تخلي أثر الانفليشن موجود على السنتين. والانفليشن حصل في سنة كام؟ سنة 2023. جميل. طب 2021 ما كانش لسه في انفليشن. طب ما انت عايز تقارن برودكتيفيتي من غير أي تأثيرات خارجية، لا انفليشن ولا غيره، بحيث تعرف التريننج جاب افكت ولا لا بالنسبة للسؤال. وعموما في اي سؤال تاني في اسئله البرودكتيفيتي، انت لما تيجي تقارن برودكتيفيتي عايز تشوف فعلا برسنتج تشينج الحقيقيه، مش ناتجه عن تاثير انفليشن ولا ناتجه عن تاثير كذا ولا لا. انت عايز تشوف البرسنتج تشينج بجد اللي ناتجه عن تغيير البرودكتيفيتي. البرودكتيفيتي زادت، اتحسنت، ولا قلت، ولا ايه بالظبط. فما ينفعش تقارن بين سنه حصل فيها انفليشن وسنه ما حصلش فيها انفليشن. طب الانفليشن بيحصل على ايه؟ بيحصل على الفلوس، مظبوط. يعني ينفع اقول النمبر اوف امبليز تاثر بالانفليشن؟
عدد اليونتس عندك خمسة تلفزيون، لما يحصل انفليشن هيقل، يبقى 4.5 مثلا، لأ. ولا يبقى 4، لأ برضه. فالانفليشن بيحصل الحاجات الفاينانشال، اللي هي الفلوس باختصار. revenue تأثر بالانفليشن، cost تأثر بالانفليشن، hours لما يحصل تضخم في الأسعار، عدد ساعتها يقل مثلا، لأ. ما فيش الكلام ده. اللي بتأثر الحاجات اللي هي الدولارز، اللي هي المونetary. فعشان كده لازم تخلي تأثير الانفليشن موجود على السنتين. جميل، 2023 2021، وأصلا كده كده موجود في 2023. فأنت عايز تحط انفليشن على 2021، بحيث يبقى الاتنين كأن الاتنين حصل فيهم انفليشن. 2021 ما حصلش فيها انفليشن، بس انت عايز تخلي فيها انفليشن بقى. عايز الارقام بتاعتها تبقى بعد الانفليشن. انت فاهم الفكرة؟ عايز تجيب ارقامها بعد الانفليشن. انهي ارقام بالظبط؟ الريفينيو ولا الليبر اورز؟ اكيد الريفينيو هو الحاجات الدولار. ليبر اورز دي اورز، ساعات ملهاش دعوه، مش متاثره بالانفليشن. لكن الريفينيو هي اللي تتاثر بالانفليشن. فانت عايز تجيبها بعد الانفليشن. قيمتها قد ايه؟ مش هتعرف تقارن بجد. فانت هنا هتضرب في 1.13. ليه ضربت في 1.13 في 2021؟ عشان 2023 حصل فيها انفليشن، فانا عايز 2021 تبقى زي 2023، فاعرف اقارن برودكتيفيتي من غير تاثير الانفليشن. فانا حطيت فيها تاثير الانفليشن، بحيث الاتنين يبقى فيهم انفليشن. كده كده الانفليشن حصل في 2023، فانا اقوم حاطط ايه في 2021؟ الانفليشن. وكده كده من منطقي وطبيعي يعني بيكون الانفليشن في السنة الجديدة، يعني أسعار اتضخمت، أسعار زادت، هتزيد. مش تمشي بالشقلوب يعني، أنت فاهم؟ ده المنطق الطبيعي يعني. لو أنت اتلخبطت في السؤال وقلت يا ترى الانفليشن حصل في إيه، بس برضه بيقرأ السؤال يعني. تاني، أنا ليه ضربت في 1.13؟ عشان هو بيقول لي في انفليشن 1.13، فأنا ضربت في 1.13. طب ليه ضربت في ال 690,000؟ ليه ما ضربتش 44,500؟ ليه ما قلتش هنا 1.13؟ لأن قلت لك دي فيزيكال او نون فاينانشال، مش هتتأثر بالانفليشن، فتفضل زي ما هي عادي خالص 44,500. لكن مين اللي اتأثر؟ الدولارز، اللي هي ايه؟ الريفينيو، اللي هي اللي فوق دي 690,000. دي لو هنكتب العلامات جنبها هنقول هنا اورز وهنقول هنا دولارز. فدي كده هتبقى 17.52 ايه دولار، عشان فوق في دولار، بير اور او بير دايركت ليبر اور، عشان نتكلم عن الاورز بتاع الدايركت ليبر. انت قلت انت ليه فوق؟ طب ما عملتش دولار بير كذا؟ لان كده كده فوق دولار ودولار، فدولار على دولار، فمفيش بقى اللي هي الحته بتاعت الفاينانشال اقول دولار بير دولار مثلا. لا، مفيش الكلام ده. فهي خلاص عادي تتساب كده عادي خالص. لكن هنا هتقول دولار بير دايركت ليبر اور، لان هنا وحدة قياس مختلفة، فوق دولار وتحت ليبر اور. طب جميل، هنا نعمل نفس الكلام، نقول سيلز ريفينيو على دايركت ليبر اورز. تعالى نشوف سيلز ريفينيو في 2023 دايركت ليبر اورز، هي دي ودي، هتساوي ايه ده يا سيد؟ مش هتحط الانفليشن يا ابني؟ ما هي سنة اصلا حصل فيها الانفليشن. ما أنا لو حطيته في السنتين ابقى استفدت ايه؟ ما كنت هسيبه من غير ما احطه. لو كده كده احطه في السنتين خلاص يبقى ملوش لازمة، لان البرسنتج تشينج هتبقى واحدة لو حطيته في السنتين. الفكرة ان ليه حطيته هنا؟ لان الانفليشن حصل اصلا في السنة دي، يعني الرقم ده بعد الانفليشن، بعد ما تأثر بالانفليشن. حصل في 2023 رقم بعد تأثير الانفليشن. فانت بتقوم عامل ادجستنج للسنة التانية، بحيث الرقم بتاعها يبقى اللي فوق ده كده بعد الانفليشن، كأن حصل في السنة دي كمان نفس الانفليشن. فالاتنين يبقوا زي بعض من ناحية تأثير الانفليشن، فتعرف تقارن بين البرودكتيفيتي بتاعت كل واحدة فيهم. يبقى مقارنة بجد من غير تأثير بقى أي حاجة تانية. كده تبقى 22.05 دولار، أو هنا نكتب الدولار هنا، per direct labor hour. هنجيب percentage change هتساوي نيو ماينس الأولد على الأولد. النيو اللي هي 22.05 ماينس الأولد اللي هي 17.52 على الأولد اللي هي 17.52 هتساوي، طبعا نضرب في 100. مش عارف ليه بس دايما حتة
التايمز 100 انا مش بنساها، بس مثلا هسيب لها مكان. هتطلع ب 25.68%. تخيل بقى انت لو ما كنتش عملت تأثير الانفليشن في 2021، كان هيطلع لك برسنتج تشينج مختلفة، فبتبقى مش البرسنتج تشينج حقيقية، تبقى رقم مزيف بسبب تأثير الانفليشن. دي طريقة منظمة شوية، بحب طريقة الجدول بصراحة. عايز تعمله من غير جدول، أول requirement وبعدين تاني requirement وبعدين تالت requirement، كله تحت بعضه كده براحتك، اللي يريحك. ده نفس السؤال بس بشكل تاني، يعني ده شكل وده شكل، وعادة الشكل اللي تحت ده هو اللي يعني أقرب لشكل الامتحان، مش بالشكل المفصل أوي اللي فوق ده، لأ. يعني بص ده شكل مختصر شوية، لايق على شكل الامتحان أكتر، والله أعلم يعني. لازم مقارنة بين البرودكتيفيتي. أول بوينت بيقول لك إيه based entirely on physical، دي اللي هي كانت أول بوينت أصلا جبناها، أول requirement، مفيش مشاكل خالص. محددلكش بقى، قالك ما قالكش اسم إيه على إيه، لأ. أنت عارف كده كده based entirely on physical تبقى إيه، units على hours. تعالى بس، physical كانت non financial على non financial، مين في دول non financial output على non financial input. كده كده قايلين إيه من الأمثلة بتاعت units على hours فين، pounds على direct labor hours. جميل، ده كده requirement 1. requirement 2 قال لك entirely on financial measures، بس بالك مفتوحة، طالما محددلكش، ما قالكش financial على financial، اعمل الاتنين. يعني الإجابة كده كده في كل الحالات تبقى نفس دي، بس الفرق هنا عمل تاني requirement جمع فيه الاتنين، هنا كان مفصلها، لأ جزء قال لك financial على financial وجزء financial على non financial. طب حتى واضحة ازاي، يعني قال لك inflation rate 1.13، انهي واحدة اللي حطينا فيها تأثير الانفليشن؟ هي دي الميكس، هي اللي حطينا فيها تأثير الانفليشن. بالمناسبة بقى، ليه حطينا في الميكس بس تأثير الانفليشن؟ مش انت قلت لي ان الفاينانشال هو اللي بيتأثر بالانفليشن، فعشان كده ضربنا الجزء الاوتبوت اللي فوق اللي هو كان سيلز ريفينيو، اللي هو كان دولارز في فاينانشال، ضربناه. ليه ده ما تأثرش بالانفليشن؟ ليه باخد الانفليشن في حتة الميكس؟ انت حتى لسه بتقول ايه، ان ده دليل انه عايز الاتنين، حتة الانفليشن ريت طالما اداها لي يعني. طب ليه؟ من هنا انت لو ضربت، افترض ماشي هنا حصل انفليشن في سنة 2023، بس انت بتقسم فاينانشال على فاينانشال، يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت انا هعمل اشوف تأثير الانفليشن واضرب هنا في 1.13 اللي هو فوق كده، مثلا هنا كده في 1.13، ليه؟ لان الاوتبوت اللي فوق ده فاينانشال، هنا بقسم فاينانشال على فاينانشال. طب الكوست اللي تحت برضه ماليش نصيب، خلاص يعني مش مزعلك، هضربها هي كمان في 1.13. ليه؟ لان هي كمان دولارز، يعني الكوست دي دولارز فاينانشال، وده برضو دولارز. وبعدين عملت انت كده ولا اي حاجه، ليه؟ إن دي هتروح مع دي، لو جربت تحسبها اضرب 1.13 فوق 1.13 تحت، طلع لك نفس الناتج 2.17، نفس الناتج بالظبط لازم. ليه؟ لان انت بتقسم حاجه فاينانشال على فاينانشال، فكده كده ايه، ده هيتكنسل مع ده، مفيش فرق. عشان كده بنحطهاش. الانفليشن بيظهر امتى بقى؟ حته جزئيه الانفليشن، تركه الانفليشن بتظهر مع الميكس. ليه؟ ان هو جزء واحد بس اللي فاينانشال، الجزء التاني اللي هو الانبوت بيبقى نون فاينانشال، فالجزء ده بس هو اللي هيتأثر بالانفليشن، فمش هيتكنسل مع اللي تحته. مفيش حاجة، مش هتحط تحته ليه؟ لأن هو أصلا نون فاينانشال، مش هتضرب تحته في 1.13. خد بالك من النقطة دي، يعني هنحط الانفليشن فين؟ الجزء بتاع الميكس. وخد بالك برضو إن الجزء بتاع الميكس ممكن يبقى من ضمن الفاينانشال، ممكن يقول لك فاينانشال ريسك وتسيب لك مفتوحة كده، ويقول لك مثلا انفليشن كذا، فطالما قال لك فاينانشال وتسيب لك مفتوحة اعمل الاتنين. ابدأ بالفاينانشال دي وبعدين الميكس. آخر سؤال هحله بإذن الله، واستنى عشان حتة الانفليشن ريت هنا طريقتها مختلفة شوية. خلاص تمام. طالب ايه في السؤال ده؟ طالب الميجرز بتاعت البرودكتيفيتي، يقول لي ما اعرفش شركتين او مش شركتين، اه فعلا شركتين، تو مانيفاكتشرنج كومبانيز. عايز اشوف البرودكتيفيتي بين كل فرق البرودكتيفيتي بين كل واحده فيهم. خد بالك ان هنا سابها لك مفتوح،
ازاي؟ ما قالكش حد تقلل productivity، فانت هتعمل اي productivity ينفع تتعمل. طب هو ايه اصلا productivity اللي ينفع تتعمل؟ مدين شركتين، انت افصل الشركتين عن بعض. يعني ايه؟ يعني خد productivity بتاعت شركة، اول شركة 2021 مثلا 2027، او 2011 2017 يمكن. فالجزء ده كده ايه السيلز ريفينيو بتاعت 2021 او 2017، وهنا النمبر اوف امبلويز في 2011 وهنا 2017 في الشركة دي. طب الشركة التانية سورتبرج ولا ايا كان، نفس الفكرة. سيلز ريفينيو بتاعها في 2011، هنا سيلز ريفينيو في 2017، هنا نمبر اوف امبلويز في 2011، هنا النمبر اوف امبلويز في 2017. فانت حلها كأنها سؤالين بالظبط. انت فاهم قصدي؟ يعني ده كده سؤال، ده سؤال. يعني ما تلخبطش، ما تدخلش ارقام في بعضها. دي بيانات أو تاني شركة، ودي بيانات اول شركة، ودي سنة. طب ايه انواع البرودكتيفيتي اللي ممكن تتحسب؟ بيقول لي في انفليشن ريت ب 18%. خد بالك دي اول نقطة. ايه انواع البرودكتيفيتي اللي ممكن تتحسب؟ عندي سيلز ريفينيو، عندي نمبر اوف امبلويز، يعني فاينانشال ونون فاينانشال. حرفيا مفيش اي نوع برودكتيفيتي تاني غير الميكس. ده الوحيد اللي ممكن يتحسب. هل ينفع تقسم فاينانشال على فاينانشال؟ مفيش تاني اصلا، هما فاينانشال على نون فاينانشال. ليه؟ بص، لو بصينا على امثله الميكس حتى تلاقيها موجوده في امثله الميكس. سيلز ريفينيو على نمبر اوف امبلويز. هتقولي طب ما اجرب اقسم نمبر اوف امبلويز على سيلز ريفينيو، اجيب نوع برودكتيفيتي تاني. انت كده بتالف برودكتيفيتي، ده اسمه تاليف، مش موجود. احنا قلنا في فاينانشال على نون فاينانشال، بس مفيش نون فاينانشال على فاينانشال. المقرر اللي علينا مفيش الكلام ده. فده كده مربع سته، بس انا هشيله كده. استنى عشان ما تلخبطش عينك بس. يبقى لنا نحط فيه كام سنة؟ سنتين، 2011 2017. سميها زي ما سميها براحتك يعني. هنا هحط 2011، خليها 11 بقى، انا لسه موصلناش 2027. خلينا 2017. وهنا percentage of change. التركية كلها في productivity في حتة الميكس بس. inflation بس كده حرفيا. انه لو جالك سؤال زي ده، بص تحس ملخبط شوية، بس انت فاكك البيانات بتاعته بس مش اكتر. بقى هنا هنعمل لأول شركة، أنا مش عارف انطق اسمها دي، بجد مش عارف انطق اسمها، فاسميها اول شركة وخلاص. هنا تاني شركة. ممكن نكتب القانون فوق كده، ان احنا نقول productivity انها تبقى sales revenue. بس القانون يبقى قدام عينينا كده، على number of employees. ده القانون اللي نستخدمه. لو تلاحظ احنا لقينا ان مفيش اصلا غير جزئية الفاينانشال على النون فاينانشال، فعشان كده شوفوا هو مسميها ايه برضو. بيقولك لو في سؤال تاني، كان في سؤال بصيغة تانية مكتوب انه فاينانشال تقريبا. المهم ما علينا، المهم تبقى عارف انها من ضمن الفاينانشال، خصوصا لو جاب لك حتة الانفليشن. ممكن اكتب بس جنب القانون كلمة ميكس عشان نفهمه ان عارف ان ده جزء فاينانشال وجزء نون فاينانشال. انا هعمل ايه؟ هعمل شركة، اول شركة اللي مش عارف انطق اسمها، اعمل تفاصيلها كلها تمام. وبعد اللي هي 2011 productivity كان بكام، في 2017 كان بكام percentage change. وبعدين اعمل نفس الكلام لتاني شركة اللي هي سولت بيرج او ايا كان، اعملها نفس الكلام برضه، بس كده. فانا اجيب ايه السيلز ريفينيو بتاعت اول شركة في 2011، اقسمها على النمبر اوف امبلويز. تعال نشوف السيلز ريفينيو بتاعت اول شركة في 2011. بص خد الاجابات ايه خطوة خطوة بتنظيم كده، تلاقي السؤال اتفكك بالراحة عادي. سيلز ريفينيو في 2011 بتاعت اول شركة اللي هي فور كذا، سميها شركة فور وخلاص. مش عارف ليه الرقم كبير اوفر اوي كده، ليه 720 جنبها 6 صفار؟ إيه الاوفر ده؟ ان شاء الله يعني. على، انا عرفت دلوقتي بتفكر تقولي والانفليشن يا زياد. حاضر، اقسم بس على، وبعدين اضرب في الانفليشن على ال number of employees فين في 2011. خد بالك ركز احنا في انهي سنة، عشان هنا سنين وشركتين فهتحس الدنيا لخبطة شوية.
اللي هي 53,600. حلو، تطلع الإجابة لأ. ستوب. ليه؟ ما ضربناش في الانفليشن. الانفليشن كام؟ 18%. تقولي يلا، طب يلا بسم الله نضرب في 18%. لأ. وأي لأ وخلاص. طب ليه؟ مش احنا في اللي قبلها ضربنا على طول في الانفليشن؟ هنا مديك الانفليشن 1.13، كأنه بيقولك 113%. يعني عارف 1 بلس الانفليشن، نسبة الانفليشن بجد، يعني هو اداك اصلا القيمة بعد الانفليشن، فاهم انت اللي هو كأنه اداك رقم جاهز اللي هتضربه وتستخدمه. فبدل ما تضرب في 1 بلس 13%، عارف لما كنت بقول لك ايه حصل نسبة زيادة 5%؟ فبقول لك عندك طريقتين: يا تقوم ضارب في 105%، يا تقوم ايه جايب الرقم مثلا اللي هو اكس، بلاش اكس، واي في 5% زائد واي، او واي زائد واي في 5%، اللي هي ممكن نقول عليها واي في 1 زائد 5%. يا اما تقول مثلا واي في 105%. فكرة ما اقول لك فكرة طريقة حساب البرسنتج تشينج، لو اقول لك احسب لي برسنتج تشينج والنسبة كذا مثلا، حصل تغيير زيادة بكذا، مثلا الانفليشن ده بيزود، فحصل زيادة بكذا، نسبة زيادة كذا. فكان بيبقى في كذا طريقة انك تحسب بيها القيمة بعد نسبة التغيير او نسبة الزيادة. نفس الفكرة هنا، كان مديك ايه رقم تضربه على طول، مش هتقول في 1 بلس كذا، لا هنا مديك الرقم اللي هو 1.13، فضربنا 1.13 على طول. عرفت منين؟ لان هو اكبر من واحد اصلا خلاص، يعني هو كأنه 113% مثلا. دي دي نسبة لو قلت لك انفليشن ريت هنا كام، تقوليش 1.13، لا هو هنا 13%. فكأنك ضربت ايه في 1 في 113%، عشان تشوف النسبة بعد التغيير بعد الانفليشن يعني. دي 1.13 هي 113%. طب هنا بقى، هنا لا مديك الانفليشن نفسه، الانفليشن 18%، فانت عايز تشوف الرقم بعد الانفليشن هيبقى كام، فتقوم ضارب في 1 بلس 18%. انت عايز تضرب في 118%، تمام. عايز تقوم ضارب في 118%، انت فاهم، تضرب في 118%، تمام. عايز تقوم ضارب في 1 بلس 18% برضه تمام. انا افضل 1 بلس 18% براحتك يعني. ليه؟ عشان تبقى قاعدة قدامك انك بتقوم ضارب في 1 بلس النسبة اللي مديها لك. طب لو النسبة دي اصلا اكبر من واحد، 1.13، واحد اللي هو 100%، فلو اكبر من 100%، لو مثلا 113% او 120 125%، فخلاص خدها زي ما يضرب في 120%، ما تقولش في واحد زائد 120%. طب افرض النسبة دي برضو مثلا 1، افرض مديك 1.13 زي السؤال اللي قبله 1.15، برضه تقوم ضارب في 1.15 على طول، طالما اكبر من واحد او اكبر 100%، تقوم واخد الرقم زي ما هو. لو مديك بقى الانفليشن ريت، مش الرقم بعد اللي تضربه على طول، لا مديك الانفليشن ريت نفسه بقى، اللي هو اصغر من 100%، مثلا 18%، معرفش كام، 18، 20، ايا كان. فتقوم ضارب في 1 بلس الرقم اللي مديهولك. افرض كان مديك مثلا بدل 18% 0.18، دي اصغر من واحد، احنا قلنا سواء اصغر من واحد او اصغر من 100%، تقوم ضارب في 1 بلس 0.18، هي برضه 18%، مفيش فرق. 0.18 هي 18%، هتساوي 113 103 910. ده ايه؟ per employee. ليه؟ انا قاسم دولار على revenue على number of employee، فاي رقم هيطلع يبقى دولار per employee. فاما تكتب مثلا دولار per employee، او اللي هي علامة السلاش دي. عايز تكتب كلمة per employee، تمام براحتك. ممكن اعمل ايه per employee كده، per employee. عايز تكتب الكلمة نفسها، تمام ماشي. ده كده جبت ايه؟ الشركة دي اللي هي شركة فور دي، البرودكتيفيتي بتاعتها في 2011. اجيب في 2017 واقارن بين التو برودكتيفيتي. الجزء التاني يبقى كأنه اعتبره كأنه سؤال تاني اصلا، انت فاهم، هو كأنه سؤالين في وقت واحد. ومالكش قارن بين الشركتين مثلا، لا عادي، احنا نقارن هي البرسنتج تشينج بتاعتنا عادي خالص. قال لك مين فيهم مثلا حصل بوزيتيف مثلا تشينج في البرودكتيفيتي، فتقول له مثلا شركة كذا. مين حصل نيجاتيف؟ شركة كذا. مين حصل انكريس في البرودكتيفيتي؟ انهي شركة. طب مين حصل ديكلايننج في البرودكتيفيتي؟ ده لو سأل مثلا، بس هو هنا ما طلبش مثلا. في 2017 السيلز ريفينيو كان بكام في شركة فور؟ 2017، لا 2011 الأول. اه ماشي، احنا عملنا 2011. 2017 السيلز ريفينيو كان ب6,500,000. طب هنا النمبر اوف امبليز، شركة فور في 2017
57 800. خد بالك احنا عملنا خلاص 2011 شركة فور، بقالنا 2017 نقارن بينهم. ويعني بالله عليك بالله عليك اوعى تغلط وتروح ضارب لي السنة الجديدة في الانفليشن. أنا قلت لك هي السنة الجديدة اللي هي مثلا 2000، لو بنقارن بين 2010 و 2011، انهي سنة اللي حصل فيها الانفليشن؟ 2011. الأسعار بتزيد، حصل التضخم في السنة اللي بعدها السنة الجديدة. فهنا خلاص هي 2017 حاصل فيها تأثير الانفليشن. فأنت عايز تقوم حاطط تأثير الانفليشن فين؟ في السنة القديمة اللي ما كانش حاصل فيها الانفليشن. عشان كده بنضرب في السنة القديمة. السنة الجديدة ما تجيش ناحيتها، هي أصلا جواها تأثير الانفليشن. تقوم أنت عامله تاني، فأنت كده هتطلع رقم غلط خالص. 312 457 بريمبلي. جيب percentage change new minus الأولد على الأولد times 100. new اللي هو 112، الأولد 103 910 على الأولد times 100. افتكرتها المرة دي الحمد لله. هتطلع 2.23%. حبذا لو قلت له مثلا ده increase في productivity، هو مش لازم تقول، هو كده كده يعني واضح. ممكن بص اهو كده وضح من ده increase، دي زادت. نشوف الشركات التانية productivity بتاعتها زادت ولا لا. نعمل نفس الكلام على 2011 و 2017. خد البيانات بتاعت دي. 2011 sales revenue على number of employees اللي هو فين؟ ده على ده. وبعدين في 2017 ده على ده. وبعدين نقارن بينهم. اوقف الفيديو اعمل الكلام ده. اول ما اوصل percentage change افتح فيديو. في 2011 اعمل ايه؟ اقوم ضارب في 1 plus 18% times 1 plus 18%. ضربت ايه؟ الجزء اللي هو فوق السيلز ريفينيو اللي هو financial. انا اقسم على number of employees، ما بضربش في الانفليشن ريت عادي. في 2017 ما ضربتش في اي انفليشن ولا حاجة. نضرب في السنة القديمة عشان نخليها نفس تأثير السنة الجديدة. بعدين نجيب percentage change new minus الأولد على الأولد في 100. خدت بالك البرودكتيفيتي الجديدة بتاعت سنة 2017 أقل من القديمة، فأنت متوقع إنها تطلع بالنيجاتيف. فأنا لو بصيت تطلع معاك نيجاتيف 4، نيجاتيف 4.92%. يعني البرودكتيفيتي أقل. لا بس كده سيبك من الخانة التالتة عشان بس أنا خدت الجدول اللي قبل كوبي بيست، يعني دي حتة زيادة مالكش دعوة بيها. بس شوتر بسيط قلت لك التركية بتاعته كلها في حتة الانفليشن. ما تلخبطش الانفليشن اديك 1 بوينت كذا ولا اديك بوينت كذا على طول. اديك 100 وكذا في المية، ولا اديك 18%، 15% على طول. تضرب فين بالظبط في الجزء بتاع الميكس، انهي حتة؟ الجزء الحتة بتاعت الفاينانشال اللي هي فوق، اللي هي الاوتبوت اللي هو الريفينيو. تبقى عارف الأمثلة. هي كده كده مش حفظ قد ما هي فهم يعني. بس برضه تبقى عارف الأمثلة دي كويس. دي كده جزئية البرودكتيفيتي. انت مجرد ما تحل بإيدك هتلاقي الموضوع سهل أوي يعني إن شاء الله. كده بفضل الله نكون خلصنا الشابتر خفيف لطيف. حليت يعتبر كل الأفكار اللي فيه إن شاء الله يعني. إن شاء الله لو لقيت أي فكرة جديدة نسيبها لك بقى في الريفيجن. أي فكرة تانية محلتهاش إن شاء الله تكون مساوي الريفيجن. بس ده يعتبر يعني أفكار الشابتر. وإن شاء الله تكون استفدت. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.